السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حنا في بداية التركيب ديال هذا الصالون اللي غادي يكون بلمسة مغربية جديدة. صالون أنيق جدا اللي غادي نخدموا بواحد ليزار ديال 30 سنتيم، واحد الغرغره نحطوه غير فراغ مظلم اللي يعطينا واحد الجماليه بالنسبه للصالون. غادي نخليو 25 سنتيم فارغه اللي تكون فيها الاضاءه الليد. بالنسبه للوسطي غادي نحطو 25 سنتيم وعاد نحطو الاناره الليد المخفي، ويبقى لنا واحد المستطيل اللي غادي يكون شاعل بالاناره بالاضافه الى التريه. الاخوان انتظرونا حتى نحط لكم الشكل النهائي ديال هذا العمل ديال هذا الصالون اللي فيه 82 على 5 متر. غادي يكون واحد الصالون انيق جدا بلمسه مغربيه جديده. اللي ما مشاركش معنا يشارك في القناه، واللي كيعجبو المحتوى ديالنا يخلي معاه متابعه ويبرك على ديك الاعجاب باش يتوصل بالجديد ديالنا ان شاء الله، وبارطاجيو المقطع مع الاصدقاء ديالكم. بالنسبه للسباس الاخوان ديال بونتوسات انتم كتشاهدوا راه بونتو صحيح خصو يكون ماشي غير خويط هابط. وبالنسبه للسباس ما بين بونتو وبونتو انتم كتشاهدوا كل ورديه فيها جوج بونتوسات ماشي واحد، لان الاغلبيه كيحطوا غير بونتوس في كل ورديه. الا بغيتوا تحصلوا على خدمه صحيحه خاص كل ورديه دي جوج، وبونتوس كيف ما قلت لكم ولا البوروشون خاصو يكون بوروشون صحيح وواقف مزيان، لان اكثريه ديال الناس كيحطوا غير خويط هابط لانهم كيكونوا شادين بثمن ناقص. هذيك 10 دراهم ولا 20 درهم اللي كتكون ناقصه في المترو راه كينقصها لك في السلعه. خاصكم تكونوا واخدين بعين الاعتبار وتقلبوا على صانع اللي كيخدم بضمير وكيعطيكم الصح ولا فينيسيون في العمل ديالكم. كانت هذه الفكره وبغيتها توصلكم. كنتمنى انكم تباركوا على ديك الاعجاب وتبارطاجيو المقطع مع الاصدقاء، وتسناونا حتى نحطوا لكم الشكل النهائي ديال هذا الصالون هذا.